حصلت احداث كتير في الاسبوع ده وماتش مباراه الزمالك والجيش صحيح. كان ورايحين موضوع. نبوشه ورايحين نبوشه النهارده تكريمه. النهارده تكريمه في سيخ مشوي وكده اه يعني بصراحه كانت احداث كتير قوي في الزمالك يعني مباراه صحيح. القمه يوم الاثنين صح صح. والاهلي ومتعب مشي ومؤمن زكريا ومؤمن زكريا واحمد الشيخ ومحمد الشافي راح الفتح بس انا عندي شويه اسرار لو عبد الله عايزين. السعيد اه عندي شويه اسرار لو عايزين. طب ايه رايك في موضوع نبدا بالاهلي ولا الزمالك في الاول؟ متهيألي الزمالك الاول على اساس ان الزمالك هو الاكثر اكتر. سخونه يعني، والناس عايز تعرف اخباره اكتر كمان. اه بدايه كده الناس بتسال مين هو مدرب الزمالك القادم. قادم. فاهم؟ الناس مش عارفه اي حاجه. اللي حصل ان المستشار مرتضى منصور جه بالليل الساعه 3 بالليل اول امبارح. قعد مع كابتن فاروق جعفر، بعت لكابتن فاروق جعفر قال له تعالى عايز اقعد معاك وكده. فابتدوا يقترحوا اسامي. كابتن فاروق جعفر اتعرض فوزي البنزرتي. فكابتن فاروق جعفر قال لك ايه يعني مش شايف يعني فوزي البنزرتي وكل حاجه تمام وكل حاجه، بس في مصريين كتير وفي ما يعني ما لقاش قبول قوي يعني كابتن فوزي البنزرتي، رغم طبعا هو مدرب كبير وكل حاجه. فتعرض ايهاب جلال، فكابتن فاروق جعفر رفض تماما وقال له لا اولاد النادي اولى وكده، وقال له كمان نفس الكلام اللي قلته لحضرتك في المداخله يعني. اولاد النادي اولى. وقال كمان كابتن فاروق جعفر ان ايهاب جلال لو جه هيعمل مشكله المستشار مرتضى من اولاد النادي، لان هم هيكونوا رافضين وجوده. خصوصا صح يا كابتن خالد بامانه يعني. مم. انا شايف ان احنا بنكبر مدربين قوي يعني في نادي الزمالك. يعني اصل بص يعني هي وجهات نظر. انا عايز بس اعرض ايه اللي حصل، وفي النهايه ماشي، ما وجهات علينا النظر يعني. تختلف. لكن بعد كده اتعرض يعني ايهاب جلال هيجي كمان بالفريق العمل بتاعه يعني وكلهم مصريين وكلهم ما لعبوش للزمالك. يعني مصطفى كمال مثلا كان حارس مرمى النادي الاهلي واكثر من نادي. وبعد كده كابتن حمد ابراهيم كان بيلعب مع كابتن ايهاب في المصري، ومساعد مدرب معاه في اي حته بيروحها يعني. فلقى عدم قبول من كابتن فاروق جعفر، لكن المستشار مرتضى عنده قبول لايهاب جلال. يعني عنده قبول لايهاب جلال لغايه امبارح. انا بقول لك ان ايهاب جلال في الصوره، يعني في ناس من لا مجلس بس انا بقول الاداره. لحضرتك انتهى الموضوع ده خلاص. انا قولا واحدا. ماشي لو انت عندك معلومه، بس انا بقول لك اللي حصل امبارح يعني ان في كلام على ايهاب جلال، لكن لم يعرض اسم كابتن حسن شحاته او في رفض من مجلس اداره. يعني قصه ان اتعرض على الكابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته رفض، ده ما حصلش. ما حصلش الكلام ده. يعني ما فيش حد مثلا الو كابتن حسن احنا عايزينك تدرب الفرقه وما اعرفش ايه وطلباتك ايه وما اعرفش ايه وكده، لا ده ما حصلش خالص. هو كابتن حسن شحاته بيطرح اسمه في الاعلام وبيرفض في الاعلام من غير ما تحصل اي حاجه يا من كابتن. غير ما حد يكلمه. يعني الموضوع ده بالنسبه له جديد. من غير ما حد يكلمه. يعني هو عشان اكون منصف، كابتن فاروق جعفر لو عايزين بقى فوزي بن زيد، طب ما نجيب حسن شحاته. يعني فاهم هو فوزي بن زيد، فاهم قصدي؟ لو مدرب كبير في السن وبتاع، لان هو كمان قيل ان فوزي بن زيد كبير، راجل كبير في السن، يعني كبير في السن. لكن احنا عايزين ناس مدرب سنه اصغر وكده. اتعرض على مدربين على اجانب على نادي الزمالك، منهم بقوه هوجو بروس المدير الفني للكاميرون واللي خد بطوله افريقيا مع الكاميرون. واتعرض المدرب اللي اتغلب من الاهلي 6-2 هنا. المدرب اللي اتغلب مدرب النجم الساحلي، معروض اللي هو اتغلب 6-2 هنا. وفي مدرب كمان برتغالي كمساعد لمورينيو عنده 52 سنه. والله انا شايف افضل حد للزمالك مدرب برتغالي، هو المدرسه الوحيده اللي بتنفع مع الزمالك. يعني انا بقول لحضرتك ان في مدرب برتغالي معروض، ومفيش مدرب مصري حاليا معروض بقوه. يعني هو كان الوحيد ايهاب جلال. فكره انا قلت مره في مداخله ان كابتن رضا يجي وكده، كابتن رضا عبعال. لكن طبعا كابتن رضا عبعال اسم كبير وكل حاجه، لكن كابتن رضا عبعال على ارض الواقع ما دخلت مش معروض خالص اسم كابتن رضا عبد العال من قبل مجلس الاداره نهائيا يعني. فده ده التصور حتى الان، وان هو مفيش حسم لهذا الملف نهائيا، وان وهم جابوا معتمد جمال قال لك لازم كابتن فاروق جعفر قال له لازم واحد من اولاد النادي يمسك الفرقه دلوقتي لغايه ماتش الاهلي، وعلى ماتش الاهلي يكون في مدرب تاني جه.
ومعظم طبعا المدربين اللي سواء اللي جه او ما جاش او هيتعاقد خلال يوم يومين ثلاثه عمره ما هيمسك ماتش الاهلي. وبالتالي اي مدير فني جديد سياتي بعد مباراه النادي الاهلي اللي هيقودها فنيا كابتن معتمد جمال. لان برضو قيل كابتن نبيل محمود هو اللي هيدير المباراه. بص قيل ان 2 مديرين فنيين، وطبعا ده لا بس انا عرفت من كابتن نبيل محمود شخصيا ان الكابتن نبيل محمود هو اللي هيدير المباراه كابتن، وكابتن معتمد مدرب عام. والله بص اللي قيل رسميا ان 2 مديرين فنيين. وطبعا ده لا يليق ولا يصلح. يعني لا يليق زي ما كان فاروق جعفر والمرحوم احمد رفعت الطيبه بالظبط، فاكر فريق الاحلام 96. لكن لا يليق ولا يصلح، لان يعني ما ينفعش يكون 2 رؤساء نادي، ما ينفعش 2 مديرين فنيين، لازم واحد بيقود هو القائد. ما ينفعش 2 كباتن في الفرقه، ما ينفعش، لازم دائما هناك قائد. علوم مش هتفرق يا كابتن، احنا عايزين ان هم يطلعوا بالمباراه، يعني يعملوا مباراه كويسه. استاذ احمد مفيش مشكله ان الزمالك يعمل مباراه كويسه، وفي النهايه ده اهلي وزمالك. احنا كزملكاويه بنتمنى فوز الزمالك طبعا، لكن احنا في النهايه ده ماتش اهلي وزمالك، الافضل هيفوز. الزمالك عنده مشكله انه بقاله اكتر من 10 سنين ما كسبش ولا ماتش غير ماتش واحد في 2008 كان مانويل جوزيه ريح 10 لاعبين. كانت في ظروف يا كابتن برضه يعني، ومفيش مجلس اداره. لكن نادي الزمالك استطاع انه يفوز في المباريات اللي بيكون فيها الماتش لازم تكسب. يعني ماتش نهائي كاس مصر 2 متتاليتين كسب. ماتش السوبر الزمالك لعب ماتشين، ماتش كسب ضربات جزاء وماتش اتغلب 3-2. يعني في الماتشات اللي بتكون فيها حسم، يعني لازم النهارده تكسب تاخد بطوله، سوبر الزمالك بيكون قريب. لكن في ماتشات الدوري الزمالك بعيد تماما، بقاله سنوات وسنوات لا يفوز على النادي الاهلي. ودي من اكبر المراحل اللي حصلت في تاريخ الكره في مصر، ان هذا الكم من السنوات ومن الايام يعدي بدون ان الزمالك يستطيع الفوز على النادي الاهلي، وبالتالي هناك صعوبه. لكن بقى اجي لك في المقابل، والغريبه والعجيبه ان شوف النادي الاهلي بمجلس ادارته، بلاعيبته، باستقراره الفني، بقربه من النادي الاسماعيلي على بعد نقطه واحده، وعنده ماتش مؤجل مع المقاولين، كل ده جدا. فين المداخلات يا عادل؟ عماد متعب سعيد جدا طب يلا يا عادل. عماد متعب موجود في الاقصر، هو وزوجته مش عارف انا ايه هو وزوجته وحماته وكل الناس كانوا موجودين في الاقصر، ومسافر ان شاء الله، يعني بيقضي يوم في الاقصر مع زميلنا محمود ادريس كان هناك، واداني عماد واتكلمت معاه، وعماد تمنيت له كل خير، وقال لي انا عارف كويس قوي، انا احترفت قبل كده في السعوديه، وعارف كويس قوي ان الموضوع مختلف عن مصر، وان هو هيركز الفتره اللي جايه، وان هو باذن الله يكون يعني قادر ان شاء الله ان هو يعود لمستواه، خصوصا هو سعيد كمان بوجود عصام الحضري ومصطفى فتحي معاه في الفرقه، فيا رب نتمنى له كل التوفيق، هو واحمد الشيخ ومؤمن زكريا ومحمد عبد الشافي في نادي الجديد، وكل اللعيبه المصريين اللي موجودين هناك، طبعا غير كهربا وحسام غالي اللي عاد لمستواه مره اخرى مع النادي النصر، ونتمنى ان كهربا يعود لمستواه باذن الله. مسابقه بقى الاهلي ولا الزمالك اللي هيكسب؟ انا بقول لك من دلوقتي الزمالك لن يهزم. لن يهزم، يعني ممكن ماتش الزمالك يكسب، الزمالك يتعادل، لكن الزمالك لن يهزم. ده توقعاتي. خليني توقعات لبكره، انا مش النهارده. انت شكلك توقعاتك انت اصلا ما بتخرش الميه. معانا حامد من اسكندريه. استاذ حامد، ربنا يوفقك. هو مفيش لاعب يا كابتن خالد كبير على الزمالك؟ صحيح، ربنا طبعا. انا برضه لازم محمد ابراهيم يعني مفيش لاعب كبير. انا ما اعرفش ايه اللي حصل والله. انا جاي في الراديو لقيت كريم حسن شحاته بيقول كابتن ايمن انتوا خصمتوا 100,000 جنيه، وانا افتكرت قلت كريم، اقسم بالله هو كريم بيتكلم على حاجه قديمه ليه؟ يعني لا انا افتكرت على موضوع نبيل محمود اللي هو من نفس اللي حصل 15 يوم ولا 20 يوم، واحنا بندافع عنك وبنقول ابن من ابناء نادي الزمالك واحنا واقفين يعني جنبك. ما ينفعش كل شويه تعمل لك حدوته. عايز تمشي تروح نادي تاني اتفضل، عايز تقعد في الزمالك وتبقى زي الفل وملتزم مع اللعيبه يبقى فوق راسنا من فوق، لكن هتقعد يمين وشمال لا شكرا. هو عارف كويس قوي انه افتعل ازمه، وما بيفتعل ازمه تاني بيبقى هو قاصد بقى انه يفتعل ازمه. لا يبقى في حاجه. انا اكتر واحد بحب محمد ابراهيم، واكتر واحد انا كلمت المستشار شخصيا وقلت له فعلا والله قلت له محمد ابن من ابناء نادي الزمالك وما ينفعش ان احنا ان حضرتك تسيبه او تفرط فيه او وكنا لازم يكون هو بيخاف على نفسه اكتر من كل شويه. وبعد كده نبيل محمود ده يعني راجل يعني محترم وابن من ابناء الزمالك، معجون زمالك. هو نبيل كمان ما بيحبش الدلع شويه. ماشي
اشكرك يا استاذ احمد جدا، ربنا يخليك. اتمنى لك أنا حلقه طبعاً موفقه مع جمال حمزه ان شاء الله. ربنا يخليك، وانا بشكرك جدا يا كابتن خالد، الله وبكره يخليك. ان شاء الله ان شاء الله وهقول لك توقعاتي المباراه بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لو توقعاتك سليمه هطلع لك مكافاه. انت مكافاه هتطلع لي على طول غير ما طبعاً، تطلعها. موافق والله موافق. بس تكون توقعاتك على مزاجي. ان شاء الله. كان معانا طبعا الكابتن خالد منذ الكره المصريه. هنطلع فاصل وهننتظر كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن جمال حمزه. ما تنساش يا عادل في نهايه الحلقه تجيب لي الكليب بتاع صلاح تاني وتالت ورابع وعاشر. ماشي؟ يلا بينا. نطلع فاصل. بطل افريقيا واللي حصل